بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة، اليوم نتكلم حول صفحة جديدة من صفحة الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بداية المعارك بين المسلمين وبين غير العرب، الروم خصوصا بداية. واليوم سنتكلم حول الاستعدادات لغزوة تبوك. الغزوة كان الغاية منها مواجهة الروم في بلاد الشام، فسنتكلم حول أسباب استعداد المسلمين وماذا استعد لها المسلمون لهذه المعركة إن شاء الله. وهذا كان بعد الحديبية وبعد الحنين في العام التاسع تقريبا. برايد عزيزة إيران بحثة دسبيكا حاضرية حرب تبوك بكن. تبوك نافي حرب تبوك لحرب چنبو شرط دا چنبو امساكنو بيجن تبوك دهدي دسبيكا كمسلمان و دولة روم، دولة إسلام ميدي بيجمو دولة إسلامي. دورة بشت فتح مكة هدي منطقة عربة تبكي يا بو مسلمان يا جهدي إسلامي، يعني بيجن حرمة إسلامي قلتن هدي خواهي قوتن بيخنبر عليه الصلاة والسلام دورتا حاكم هدي أو بو ام بيجن هدي كافر مافرة واكنو قبيلة مازن عشيرة مازن كو زرار بدن مسلمان نمان فقط تشتشي بو هدی در دور وان چه بود اگه وقت مالا خوابا بکیتی هری در وای مالا خو ایجا پشتی کنا منطقه عربی ام بجن هرم عربا استی خوش اسلام را خوار کربون مسلمان روم هبون. روم تدی مرکز آنی وقتی استانبول بود جرات گوتن قسطنطینیه لی حتی آخا کرداجی حتی جارنا فلسطین قدس کد دستوان جانوان و ایران اشار دکر گه داد ایجابی وقتی آلی شامه دال سوری دوان داره تفدا روم حاکم و بلکه حتی دیاربکر و حتی جیوان داره و ساکن و جی روم حاکم بولوان داره دولت روم حاکم بو. امیانه دست بحثوی حاضریه بسلمانه و شر تبوکی کن بیجن شر کی چه نبو کشتن تا چه نبو، ولکن براستی تشتکی پر مهم بود تاریخ اسلامی ده. چند نقطه امیانه بیجن که انسان فهمد که اف حرب هانه یا جی اف بكردي بجن قوناخ اف قوناخ هاني اف دورا هاني كما اقوى مهمه نابرا بسلمان واندا. سبب الغزوه استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم. اولا النبي صلى الله عليه وسلم سمع بان الروم استعدوا للهجوم على المسلمين، والسبب لانه قبل سنه في غزوه مؤتة او في معركه مؤتة الروم لم يتمكنوا من القضاء على المسلمين حينما كان خالد قائدا عليهم، فجمعوا أنفسهم وقالوا لا، إذا لم نقضي على المسلمين اليوم سيكون لنا مشكلة في المستقبل، سيبدأ الناس ويخرج من تحت سلطنتنا وسيطرتنا، لذلك علينا أن نهاجم ونقضي على المسلمين. فهذا هو السبب الأول، كان الروم يستعدوا للهجوم على المسلمين، هذا أحد الأسباب. أمانا بحث سبب كوبيخمبر حاضر كريك جوان سبب تشبو روم دولة روم کته بیروا مگو او شرکو تدا حضرت خالد پاشه بو سروک وان بریاوی سه صحابه هبون، زید بو جعفر بو عبدالله بو هر هاتن کشتن. پیغمبر گو فلان کس که مسلمان و روم شر کرنده وی دا روم تشتی کد خواست نکد دستوان عسکر وان پر بو مسلمان کم بون، ولكن خالد جهاتی بود شرداب تکتیک که مسلمان اجنابان خلاص کرد و کافر جی ترسیه نیرون دو مسلمان آورن گو بلکی مالا مخراکن مسلمان جمارا وان زیده به دعفکا جمارا بکر بن. مازن روم خصوصا دی وقت دا بسر کتبو ایران لهمبر یک دولت فارس بندست ببو مغلوب ببو. ایران دولت روم گو بخواده چینا با وانا یدی سریق لهمبر مبلن بکن ایرو عرب درکبن صبیرو عرب شامل همبر مدرکبن جی کی دی درکبه قیمتم نامینه وکا دولت آنا یعنی دولت دما کو یک سریخ بلند که دویک اثر ویاجه نکم احوالی سریخ بلند که دی سریجه کس آنا سری ویاجه کم وکاکن که مراد بجن وانا معرن یعنی ایجا راستی معر حضرت موسی نه ایجا کرده کس کی فهم نکر کجا را بجا معر حضرت موسی نه تبا گفت معر حضرت موسی نه ام سحر و خرط کن
وار حاصل یک جوان سبب روم گو اوکن گو وانا جارا چویش دستیم فلتین و هدی همبر مدرتین از گره درس کی بدن وانا روم حاضر کرن خبر دهاتنش پیغمبر علیه الصلاة و السلام که مازن روم لوان درایه دبی حاضری کی بکنس گوی وانا کاش کم اثر وانا جای کم بر یک مازن ببن یک سبب ابو وانا خواستن که او ترسا کدناوا ملت دا بلا بیه وای مسلمان ببن تشتکی ببن خواهی دولت و عرب جه هدی اوی اگو بسبر وی امود آوان وی هیوی آوان گش نبه از در حد پیسر معرکم از وان بکشم یک هدف آوان او بو وانا اگو ام وی ترسا خود بردوان بکن هنکی سبب دنجه هنه السبب الثاني كذلك كان هناك مجموعة كبيرة من العرب الموجودين في بلاد الشام كانوا قد تنصروا داخلين في الدين المسيح عليه السلام ومنهم الغسانيين كما نقول دولة الغسانيين هؤلاء كانوا صاحب دولة وملوك أمراء تابعين للدولة الإمبراطورية الرومية هم كذلك استعدوا وجمعوا آلاف الأشخاص للهجوم على المسلمين هم كذلك عرب هم قالوا المسلمون هؤلاء عرب إذا خرجوا وسأصبح لهم مكانة سينتهي مكانتنا تحببا إلى الروم قالوا نقضي على الأخ حتى نبقى نحن في الميدان كما هو اليوم موجود نقضي على أخينا حتى نبقى على الساحة هؤلاء كذلك كانوا قد يستعدوا للهجوم على المسلمين مع الروم فالنبي كان يعلم خطرهم والمسلمون كانوا يخافون من شرهم عدد كبير جدا دولة يعني فهذا أحد الأسباب كذلك لاستعداد المسلمين للمعركة سبب دويا دنیا تبی ام کردید بجن دنیا خنود که دوبارت کلو ترکیش دبین دنیا تکرردن عبارة تاريخ كان تكرر هذا التاريخ يكرر نفسه خد بارت که عيني وكايرو هناك عرب العرض شام اردن وشام وسوريا وان عرب اشخون ببون مسيحي ببون خريستيان دولة غساني دبجن دولة غساني هبون عرب بون فقط ببون خريستيان جريداي دولة روم بون بن دولة روم دابون اوانا وكا ايرو يا وان عربي مكو مدينه وانا بونا ظلام واي بون خوي شركي ناوي وان دركت قيمتها وان جيبه قيمتها ما نامينه ام هرن وانا بوجن بركاز كي نظام وانا ظلام من امتن ظلام يعني وكا عادات ايرو براي خدك جمون بتن الميدان بمنه جيكو قواتش براي خبستينه او براي خببنيك تجي عربي افجي عربي يعني تشتم كمان ارتي وانا راتكي فقط جامير أنا قبسنا وانا بنا بلا وانا بين أم ظلامن أم ناخذن بين أم ظلام راس أم دولة أم جريداي رومن وانا هم بر روم دسري خبلند كن أفانا جبدي حزارة إنسان كوم كرن خبرش بيخبر هات عليه الصلاة والسلام كأف أوروم هر دو هذا كمازن آمادة كن جبانك إيريش مسلمان بكن يعني اگر كوارن بلكي 100,000 انسان به 200,000 انسان لولا يك رومه وفاناجي دولة غسانية عربي الوان درانه براسي وقتش مسلمان را زحمته مسلمان تاريخ خدا 100,000 عسكر نديت يا وقتانه ده اجا وانا 100,000 وهر دوش دولتن مسلمان هيجا نبونه دولتش آمادية وانو شرجتنه يعني وكنا ملت ما انا كنت جروبك هيك دارن حاضرن ادنه دولت توپ وان هنه طياره وان هنه نظام چی وان هنه هر دو بهبر ناین قیاس کرن مسلمان مکه مسلمان مدینه دولت اسلام و کبان پارتی می آن دولت اجاب صاحب چوک بون افانا دولت قیاده وان و عسکر وان و الله 100,000 انسان حساب کنه هندکلو 100,000 چکدار تهبن تشتک هندک نه نبیاجی سبب دوه کو پیغمبر گو امبر یک اورن ام سروان ده هرن ورن که نابا مالا ما چه نابا ام هرن بلکی بترسن يعني عادت اگه مرض خودی عاقل به مرض جرب شکل کی نهاری خوب ده ترساندن شکل ترسیجی تدر که بیت بیج از همه هری سر آخوی کد چو سر آخوی نهاری تد هاد ترسه بیج که بیا قمیر نه و نعتبر نداد يعني كلمه قادنج مشهوره دبين الهجوم خير وسيله للدفاع كلمه عبقات بیج محامی هجوم دبي ان ريا خوش بونه خطب بپارست ایریش بکی تو ایریش که تخت پارزی تو ایریش نکی تنای پاراستن تیب سر هر کبر باب جوان پیغمبر جو گبر یک ورن من کبر باب جنوان نقطه قادنج هي امر الثالث كذلك كان هناك المنافقون الموجودين في المدينه
كانوا يعملوا كثيرا ويدخلون الرعب في قلوب المسلمين. الروم يستعدوا والعرب الموجودين حواليهم كذلك سيهاجموا عليكم ويقضوا عليكم، وهذا ما كان يتمنونه. هؤلاء المنافقون كانوا قد أسسوا مسجدا ونسميه في تاريخ الإسلام مسجد الضرار، مسجد يجتمع فيه تحت غطاء الصلاة والعبادة، ولكن يلفقون الأخبار وينشرون الأخبار، وبعد ذلك يوزع الأخبار بين المسلمين، ولكن الخطة من المسجد يبدأ. مثل اليوم هناك منظمات مراكز تحت حقوق الإنسان أو منظمات الإنسانية والأهلية، ولكن يفسدون المجتمع. هؤلاء كذلك أسسوا مسجدا وسموه مسجد، يعني على أساس يتقرب به إلى الله، والله عز وجل قال مسجد الضرار للتفريق بين المسلمين. كانوا من هناك ينشرون الأخبار، وكانوا قد أفسدوا على المسلمين الكثير. الخوف، هجموا عليكم. المسلمون كانوا يعيشون في جو، يعني صحيح كان جو خوف ورعب، يخافوا من الهجوم عليهم، ولكن سنرى ماذا حصل. في نقطة قويخ باش فاكن قالوا كردا قروبكي المدينة دا منافق متزانن، منافق أبي دروب كردي أبي دروية، يعني أبي كدريوي هنا ريكي سبيك ريكي رشا أفانا اجد مدينة دا خبر بلاد كرن دقو هاي وجهه بهاتين روم هات ترسيد نابا ملتي دا بلاد كرن ترس. وحقيقة جي كتاب تاريخ بجن مسلمان براسي ترسيابون، يعني خيرك يشخو نديتنا دا إيجا في جاري 100,000 إنسان دا 100,000 بسروان دا وره، يعني حتى أنا 5,000 دا 1,000 بون بزوري فلتين. أفانا إيجا في خبر كي بلاد كر منافقة، فكي منافقة چاو بلاد كر دا إيجا باش قوداري بكن. منافقة دا مدينة دا جامي كي چه جامي بی وقت دا مزگفت بخینتر تشکی کمبونت نبود، بس مزگفت بون تدی آنا مزگفت نه نزانم کومله هنه چه هنه در نگنه. بی وقت مزگفت نبود انسان کومد بون مسلمان. و انا هر مال ملت رون خبردن چه نابه و چما چه مال فلان کس، ولكن گو بسنه امی جامی کی بناب مزگفت جی کی وکنه بیشن جامیه ام چن لمشت کن قرآنیت خوایدن دعایات کن امید بنی دا خبردن پیلانا چه کن. دویم جامیه هانه دا چه کردن هرچی که منافقن توپ تبون تدا اودگو همه چه خبری بلاکن ایرو همه بجن چه پیلان و پروژه خود تفدوی داد کردن جوانه که ترس بکه به ناو ملت و مسلمان درده و کلا پر بدینن. لورا الدروا چه کن چه نابل جه کی دی چه کن چه ناب آنجا گوسی لحمه چه جامی جه کن کس کی فهمنا که هم چت کن جامش خاله مشت کن عین وکا ایرو دگلک دولت ما مسلمان ها دو نابا مداجی تدی زمان ایروز بجن کومله زمان ترکی بین درنک کیفت که ناو کومله چیه؟ کومله مافه جنا، کومله زاروکا، کومله نزانم چه وی ناو هانه حقی انسان. هدف و غایه نه اوها اوید که وقا پرده که دمنی دا خرابی بلد که، یعنی کومله بجن دوید که على اساس حق جنات پارزه، ولكن جنارا نابجه خانم بن خاتون بن به ظلام تکیه تفکر سرچعبی هر قرقول شکایت بکه هر واکنو بکه جیک چه بکن خرات کن جیک حق انسان على اساس حق تچیش ورا بیجن فتنه درست کن مدکن نیاری هف جوان ام هف بکشن دست خود درجه ناوا مبکن. يعني مثلا چند حب کومله و ساکنو لاوروپا ودیتیه لاوروپا کومله وانتنه چما دولات مدوان کومله در نگاپرن لورا ای وکری امن ای بخوای امن بناوه واند ناوه ولات امد ناوه ملت امد فتنه و مصیبت و دره و بلات کن. تو تماشاد کی لگونده کی وای در کومله کی بکنه در نگه کی لباجاره کی حب کی بکنه. یعنی اینکه باجاره ما کرده هنه فقیرنش خونده چند هزار انسان تدانه کس که یکی ظلمه ناکه جنش خواه فقیرن زلان فقیرن ده چند لوی کومله کی ما فی جنیوت کن یا فقیره جنا شکایت نکرده چه جوان خوازن ده چند جنا را دویجن تشمع خدمت ظلام خود کی تنه مجبوری زاروکا سری وان بشوی تنه مجبوری جوانا خوارنه درست بکی تو چه بکی در که باره قهوه چی قهوه کی بخو چای کی بخو هره کافه هره نظانم کوک در که تو چما خدمت بی ظلامت کی ایره و ظلام پرد دمن مجبور بدته مجبور بدته یک جبر حتی جن و ظلام لهفت خن پشت یقول لهفت خستن کوملت از حاضرم کردم که خوش کامر برم دریش طرف کریه و حاصل اوان منافق آجی چون جامی کی وکرن
قد في جامعه ده فتنه بلا كنا برا بسلمانه ده والحاصل طبعا اجا هنكي تشت دست پیغمبر ده تنبون خدای خبر چند گوه تجربه وانا شیطان انها حتی واش پیغمبر گوه فرد الميجي بکه پیغمبر جو گو بسن وی شرای خلاص کنه زور بتدال میش کن فقیر رو نزاند چیه خدای گونات نچل میش نکی و اویاج بون شیطانی درست کرنه اولا پیغمبر پشت گوه حجر هات گوهرم بشوتین سر وانده هرم بشوتین مادام بون فتنه درست کن ایجانا تاریخ ده بلکه بده پیغمبر جامعه شوتن ده شوتینه اگر کش بون فتنه به تب شوتینه یعنی تسر وانجه کی فتنه ناو خدا چیت کن ور حاصل اوانا سبب یک پیغمبر حاضریت کرد افترسانه ای جمعنا بحثا آلی پیغمبر بکن علیه الصلاة والسلام. طيب من جهة المسلمين ماذا قام به النبي كذلك استعد لهذا الأمر وقام بعدة خطوات. أول الأمور النبي صلى الله عليه وسلم أعلن الاتجاه قال أيها الناس نحن سنذهب لملاقاة الروم. كان من عادة النبي أن يخفي وجهة النظر يعني يخفي السير لا يقول يذهب يمينا يقول سنذهب إلى الشمال ولكن في الحقيقة إلى اليمين تروي يخبي أو يخفي وجهة السفر حتى الناس لا يستعد له للكمين العداء ولكن هذه المرة النبي أعلن حتى الناس يكونوا على الاستعداد عندنا روم ونذهب ونقاتلهم خلي بالكم كل من يريد أن يأتي فليكن على الاستعداد التام نحن نذهب لملاقاة الروم دولة كبيرة ولديهم جنود أولا النبي أعطاهم هذه المعلومة قال استعدوا هذا أولا فكي آمادهی مسلمان چبون یک پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادتی وی هبو که بچونا جهه کی شر ندگو اد چملکو بالراس دا بچونا دگو همی آلی چه پیدا هرن جبون نیار خوشه را آماده نکن جبون اوی بتخواسته بسروان ده هر های وانجیته نبه هم قرکوان بگره يعني او کنو دبیم غافل ده بقرکوان بگره عادت ابو شرع بلو تجناری اخرى بجاز هاتم های تشته بچه نابه دفرده پیغمبر وها نکر صحابی اخرى گو آماده بن ام چم روم را شارد کن جبان ظاهر من مسئله چیه های وانجه هبه حیلن نین خاپاندن یا نبی یا رسول خدا من نظام بو وانای مزام بونه مباده نا گو های وجه هبه ام چون دیگر روم شارد کن جامعه را بدای هزار بصد هزار عسکری وانا دولت رومه یعنی های وجه هبه بکا ایرو به تحریف امریکا را شارد کلو امریکا رومی وقتی امریکا بو پیغمبر وی اول جوانا گو های وجه هبه یعنی نیاره ما وی جاره نیاره کی تام ظلامه بهیزه بقوته چش دسته وهات گره های وجه هبه اوا اول یک پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابیه را وی اعلان کرد گو آماده بن وی جاره و شرطن مشارطن بلان و پروژاتن وی جاره نیاره مکینه های وجه هبه الامر الثاني الوقت كان الصيف وقت الصيف وتقريبا المسلمون كانوا في حاجة إلى المال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في الصحابة قال تبرعوا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يمدحان الذين ينفقون عند الضيق وعند الحاجة النبي قال تبرعوا أعينونا نحن نحتاج عندنا رجال ولكن لا يوجد عندنا مال لا يوجد عندنا سلاح لا يوجد عندنا شيء نركب عليه لا يوجد عندنا طعام نأكل في طريق قال تبرعوا ففتح باب التبرع الأهلي وحينما نقرأ كثير من الصحابة قدموا الكثير 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 وهناك أشخاص معروفون بأنهم قدموا الكثير لله عز وجل نقطة دوية پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاوينه لمدينة هاوينه يجب هاوينه وقت خرمايه وقت خرمه چهد بن وكال جماع ملت گندي هاوينه دا وقت زرعته له گرممت حاضر بياتي هاري بيني ماله يعني اوانا جي حاضر كرناش خرمارا ووكيدي تشكي وانتنا ودنيا جي گرم خرمتنا بن مرينه شارجي بي وقته چه بو پیغمبر گو آلیکاری یاردم بکن دست خودش کن کی چه کاره برا بکن طبعا دولت هجا نوعه هجا حاضر به هدی امکان وانتنه نه مجبور تی آلیکاریش ملت بخوازی يعني ملت از فلان کس کی چه کاره پیغمبر صلی الله علیه و سلم گو آلیکاری بکن کی جواد کاره بدن و قالك آیت پیروز هنه خدا عز و جل و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدح دان گو بدن کی بده خدا اوقاصات دوان خیرات دوان مکافات دوان دريا خدي دا صدقه بدن والحاصل آنين صحابيا آني إجا سيتشت هنا يك جوان حضرت عثمان رضي الله عنه أن أبي زيدا كبرد حضرت عثمان بو
تقريبا دبي بلكي نيزه 500 اینکه روایت حتی 500 اینکه حتی 800 900 حب دفه ها پیغمبر هر جاره قال کرد بیا رسول قدم صدیدا جار قدیدم صدیدا ور حاصل داو پراتینا پراقا پراتینا پری وقتی زیرنا و کانا لیره بلاشونه نه بی قیمت او خاصتین تب زیرانین دان اف دست پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر وصا كيف كر ما شاء الله كيف هات كيف هات كيف هات قم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يجي روبيدا عثمان شبكه ان شاء الله زراره يتنجر دور حساب كنيف كيلو كي زهراني ها بلكي ده زيتر بري وقت اني برياب كيف پیغمبرات پر لازمه او ظلام کی درکت و پرانی داوی حضرت ابوبکر جی پرانی حضرت ابوبکر وقوی زنگین نبو حضرت ابوبکر و حضرت عمر دبدا حضرت عمر خصوصا دبی بس في جاره از ابوبکر زیاتر پرابینم از في جاره ده پر بدم يعني دبی والله وان کی پره من هي از نیوی بینم از نیوی پره خو رو تفج او ج پیغمبر بینم تینا دده کی ابوبکر جته اوج بشکی پره هتینا ده کی پیغمبر به عمر تشخانی حضرت عمر وهات که یا رسول خدا من نیوی مال خوانی ها من نیوی آنیه يعني مليون كتابة 500,000 آنية مثال من نيفي مال إخواني إيه خدي قبول كشت راضي بد بي أبو بكر تشقاني دبي متفاني تشتك نيش مال اختفاني تشش وان راهيش دبي والله خدي بيغمبر جمارة ماي وكيدي تشكي معنا ماي حضرت عمر تيد بيجي أبو بكر أزجار كاتي ترى أو مجادلة ناكم والله أز ناقشمت يعني من بيجار أخبر كرمير خو كرمير الله مبزوري نيفياني تمال اختواني دا پیغمبر و تگو پیغمبر گو ماذا ابقيت لأهلك تجوانا چید گو ابقيت لهم الله ورسوله و بخواده و پیغمبر جمرا اشتبه كدي تشكيل مرا لازمه يعني او قصا ايمانا وان مازنبون طبعا هنا كاب حزارة آني هنا كاب كيلو هريك بشكل كي آني لرب عالم اشتبه قبول كآنين يعني هنا كابر هنا كاكيم هنا كاقوان منافقتيت كان رب عالم يقول منافق ونن ابي كزيدان گو وانا منافقتيت كن ابي كندكتان گو چيه تسي قرش برانيه اي ام خوي بري من ابي هبون كل مكي خرمد انين يعني هركي بشكلك انين وار حاصل هركي تخص منافقتي كي تشكي بك لرب العالمين جواب دا تواغون منافقتيت كن ابي قبول نابه از حكايه كدي جبر بجمو ايرو بس كان هناك رجل اسمه علبة رجل فقير قال لا ماذا أفعل لا يوجد عندي شيء أقدمها للرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد عندي شيء ولكن هو أخذ قرار قال لي صدقة أنا بإمكاني أن أتصدق على المسلمين وإني أتصدق على كل مسلم بمظلمة أصابني بها في جسد أو عرض يعني قال الذي قد تكلم في حقي فأنا أسامحه هذا صدقتي على المسلمين وأكثر من ذلك لا يوجد عندي شيء فقال النبي بأن الله قد غفر له يعني هذا كذلك شيء عظيم جدا هو يقول أنا أسامح كل مسلم يتكلم في حقي وهذا ما بإمكاني أن أقدمه للمسلمين فالنبي أخبر بأن الله قد قبل منه هذا الأمر تشتكي دي صحابيك فقير براتنا تشبكم تشكيتنا قو والله ايش كارم خيرك يبكم خيراتك يا قربا قو والله هر مسلمان يكش من خبر دابز تبعفو بكم كيش من خبر دايج بزمان يقول بدست يقول تشز اجي وان عفوتكم صدقه مش يقبلوا كيش من خبر داز وعفوتكم كي ظلم المكربه كي نحقي كربه استفا قردنا وانا ازادكم افش متي هاد قو يا رسول خدا قو والله بريمتنا تشتكي قدمتنا ليه تشتكي يتكارمكم خيره قو اجي صدقه خود دم مسلمانه يعني كيش من خبر دابز وانا عفوتكم از حقي خل وانا حلالتكم افش دسيمتي برام مسلمانه كي بحق من رجع قيامته نشا حضور خده صدقه مجي ابجوان يقول والله خدش تقبول كري وخده تعفو كري يعني اف جاميري انيش بي ميراني اني كر قو متابع عفو كر يقول طبعا عفو كر خدش تعفو بك في ظلمتي اني كر جاميري يعني ور حاصل تبقى بشكل كي خوش بي ميراني اني كرن امي حفتاتي ان شاء الله دوام بكن ربي عالمي حتى حفتاتي ما الحياه بلا صحه وعافيه تبدا ما ان شاء الله ابقوا في حفظ الله ورعايته إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة سنستمر في درس أو انتقال النبي إلى أرض المعركة إن شاء الله.